لو انت اهلاوي اقل من 35 سنة، الكلام اللي هقوله لك النهاردة هيفرق معاك جامد جدا. ولو انت اهلاوي من 35 سنة وانت طالع، الكلام ده هيلمس معاك حاجات جميلة جدا، هتفتكرها وانا بكلمك عنها دلوقتي. يعني انا النهاردة مش هكلمك عن نقد فني ولا تحليل ولا اخبار. هكلمك النهاردة عن قصة عشق للاهلي. يعني انا الاهلي بالنسبة لي مش بحبه، لا ده انا بعشقه. تمام. يعني مش بشجع الاهلي بس، انا بعشق الاهلي. الاهلي بدأ معايا قصة عشقي للاهلي وانا صغير تقريبا. يعني زي اي طفل كنا بنلعب. مبدئيا انا من اسماعيلية، وهتستغرب ان انا اهلاوي ازاي كده مثلا، او بعشق الاهلي كده وانا من اسماعيلية. عايز اقول لك ان اسماعيلية فيها اهلاوية كتير جدا فوق ما تتخيل. ما اقدرش اقول لك نسبة عشان ما بقاش كداب، ما اقدرش اقول لك قد ايه، بس اهلاوية كتير جدا في اسماعيلية. ودي هتبقى مسار جدل تفكير معين، لان انت الاول كان صعب تلاقي حد لابس تي شيرت الاهلي وماشي في اسماعيليه. دلوقتي كتير جدا، ناس كتير جدا لابسه تي شيرت الاهلي وماشيين في اسماعيليه، بسبب طبعا الحوارات الاخيره اللي حصلت دي. وبان لجمهور الاسماعيلي ان الاهلي بيفكر ازاي، او اداره الاهلي وضعها ازاي، او جمهور الاهلي بيفكر ازاي. بان لهم مين الكويس ومين اللي هو مش كويس. فالناس فهمت الموضوع. فبقى ما بقاش فيه التعصب اللي انت متخيله بتاع زمان ده. فانا وصغير كنت يعني مثلا زي اي طفل مثلا بشوف ابويا مثلا بيشجع مين وعايز اعمل زيه. يعني عايز اشجع النادي اللي هو بيشجعه. فانا سألته انت بتشجع مين او بتحب مين في اندية الكورة؟ فهو يعني قال لي كلام يعني وقتها، يعني انا ما فهمتوش بس فهمته لما كبرت. قال لي هو بص، انا مش هقول لك انت شجع مين. هو بالمناسبة هو اهلاوي، بس تخيل هو ما قاليش شجع الاهلي. هو قال لي ايه؟ قال لي في 3 أندية او 3 فرق بتلعب كرة حلوة، اتفرج عليهم وانت اختار الفريق اللي يعجبك وشجعه. الكلمة اللي هو قالها لي دي فرقت معايا جامد جدا. كان وقتها لما بدأت اتابع كان سنة 93 تقريبا. فكان الماتشات اللي بتتذاع بس كانت ماتشات الاهلي والزمالك. وقتها ما كانش ماتشات الاسماعيلي اللي بتتذاع، كان الاهلي والزمالك بس هو اللي هما اللي بيتذاعوا. فانا وبتابع الماتشات كان الاهلي وقتها من 93 وانت طالع لغايه 2000 كان واخد الفرق كلها فحت ورد. كان اربعات وثلاثات وخمسات وستات زي ما انت عايز تحسب. كان الفريق الاهلي في الوقت ده وخد الدوري من 93 ل 2000. كان فريق مرعب الاهلي وقتها. فاتفرجت على كوره حلوه الكلام ده، وبدات اتابع من سنه 93 وبقيت اهلاوي. كل مدى مع الوقت حبي للاهلي بدا يزيد، ومتابعتي للاهلي وكذا بدات تزيد. جه الوقت اللي حسام حسن مشي فيه من الاهلي. ده بقى اللي خلاني اعرف انا بحب الاهلي قد ايه. وقت ما حسام حسن مشي من الاهلي، عارف ان في ناس كتير شجعوا الزمالك عشان حسام حسن راح الزمالك. يعني ناس كانوا بيشجعوا الاهلي لما حسام حسن اتنقل من الاهلي للزمالك، الناس دول بقوا زملكاويه. انت متخيل حب الناس لحسام حسن؟ انا كنت من الناس اللي بتحب حسام حسن جدا. فلما مشي من الاهلي وراح الزمالك انا فضلت اهلاوي. فانا عرفت وقتها انا قد ايه بحب الاهلي، لان كنت بحب حسام حسن ده حب رهيب، ولسه بحبه على فكره. وكتير من جمهور الاهلي اللي من جيلي او اللي اكبر مني او كذا بيحب حسام حسن جدا جدا جدا. ليه؟ حسام حسن كان في الاهلي كان ستايل مرعب. كان حسام حسن في الاهلي كان يشيل الفريق. مش عايز اقول لك هو ولاعب كان عامل ازاي. حسام حسن رهيب. وكتير من جمهور الاهلي لسه بيحبه لغايه دلوقتي، لان احنا ما بننساش الفضل ابدا فالراجل ده. وعلى فكره حسام حسن اهلاوي جدا برضه. فهو الوقت ده انا عرفت قد ايه انا بحب الاهلي. لما هو مش من الاهلي راح الزمالك، فضلت اهلاوي زي ما انا. الله يرحمه ثابت البطل كان من الناس العظيمه اللي كانت موجوده في الاهلي، واللي رسخت مبادئ وقيم وقواعد موجوده في الاهلي كان ماشي عليها. كان دي يعتبر دستور للاهلي. الله يرحمه كابتن ثابت البطل. تمام.
بعد كده جت فترة صعبة على الاهلي، يعني وقتها حب الاهلي زاد. تخيل من 2000 ل 2004 كان الاهلي في الاربع سنين دول كان موضوع صعب جدا. كان في تخبط في النتائج كبير، وكان الكيرف نازل بتاع الفريق. تمام. فبدأ مسار التعديل. جه بعد كده الجيل الذهبي من 2004 وانت طالع. الجيل ده بتاع ابو تريكة وبركات وعماد متعب، تمام، وسيد معوض والحضري، عماد النحاس، اسلام الشاطر، شادي، احمد السيد، جilberto، فلافيو، والله يرحمه الله يرحمه محمد عبد الوهاب، كان لاعب رهيب. الجيل الذهبي بتاع الاهلي دوت، يعني للي ما تابعش كورة الاهلي في الوقت ده فاتوا كتير. كان الاهلي وقتها فريق مرعب بجد، كان نتائج جبارة. كان الاهلي بيخش اي ماتش، هي كان بتبقى انت عارف النتيجة قبل ما الماتش يبدأ، بقى معروفة، يعني انت قاعد مطمن كده كده الاهلي هيكسب ايا كان، خاصة لما بيكون ابو تريكة بيلعب. ابو تريكة ده موضوع لوحده. جمهور الاهلي الناس مستغربة كتير ليه الناس بتحب ابو تريكة فضلا عن جمهور الاهلي. بحب ابو تريكة قوي كده. جمهور الاهلي بيحب ابو تريكة لسببين، و... والناس بصفة عامة بتحب ابو تريكة لسبب. تمام. الناس عامة اللي هي مش من جماهير الاهلي في الوطن العربي، الدول العربية، حتى في دول افريقية، حب ابو تريكة لسبب تاني. السبب الاولاني اللي جمهور الاهلي بيحب فيه ابو تريكة، ابو تريكة كان يعني لعيب مهاري فوق ما تتخيل. ما تقوليش مين احسن من ابو تريكة في المهارة، لا، اللي ما شافش مهارات ابو تريكة ولعبه ومهارته دايما ايجابية. كان يعني ابو تريكة لعبه دايما ايجابي، ما كانش ابدا 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 بيلعب لنفسه، وما كانش اناني. كان ابو تريكة لعبه جماعي، لعيب كان اسطورة. ده سبب اولاني. السبب التاني وده الاهم، حب الناس لابو تريكة بصفة عامة وحب جمهور الاهلي ليه من اخلاقه. الراجل ده لو تسمع كلام وقصص الناس اللي اتعاملت معاه، اخلاقه عاملة ازاي، هتعرف ليه الناس بتحبه قوي كده. يعني كرم فوق ما تتخيل، بيعمل لله كتير فوق ما تتخيل. الراجل قلبه ابيض، ما بيكرهش حد ابدا. فده نوع من الناس نادر. نوع ابو تريكة ده نوع نادر من الناس، عشان كده الناس لسه بتحبه لغاية دلوقتي. حب الناس ليه بيزيد، يعني يوم عن يوم الناس بتحب ابو تريكة اكتر. النقطة دي بنقطة ابو تريكة عشان ما اطولش عليكم، هي النقطة اللي اختم بيها كلامي في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.